شغل عالي يا عمدي. انت لازم تتعلم النجارة، ده مش بس تتعلم النجارة، يعني انا حاليا شغال في حمام مكسر فيه وهركبه سيراميك. تتعلم النجارة عشان تعمل سبورت وتعمل شلف وما شلف والكلام ده. هتقابلك حاجات سباكي هتفكي وترجع ممكن تركبها، انقاشي، كهرباء، حدادي، حاجات كتير يعني تقابلك في الشغل في امريكا هنا. عشان كده ما اقول لاخواتي الصناعيين انت لما تجي هنا مش هتشتغل بس في صنعتك، هتخش معك حاجات تانية كتير. هو مش ابو العريف مثلا وانت راجل زري هتعمل كل حاجه، بس لا، لازم يكون عندك خبره او خلفيه عن كل الصناعات. عشان مثلا ممكن تقابلك حاجه بسيطه، بدل ما تجيب صنايعي ويتشرط عليك يقول لك مثلا اخذ 500 اخذ 400 اخذ 300، لان هنا الصناعيه وخصوصا المكسيكان مغلونين جدا. ممكن يجي على حياة تافهه انت تعملها في نص ساعه يجي يقول لك اخذ 300 دولار 400 دولار. فانت لازم يكون عندك خلفيه في الكهرباء والنجاره والحداده والسباكه. مدعك يا ابو الصحاب، مدعك.